جات لي رسالة غريبة من واحد اسمه دكتور عارف عبد الرازق، راجل باحث في التاريخ ومختفي من أكتر من بين الحقيقة والخيال مع حمدي في البعد التاني. جات لي رسالة غريبة من واحد اسمه دكتور عارف عبد الرازق، راجل باحث في التاريخ ومختفي من أكتر من 15 سنة. الرسالة ما كانش فيها غير ظرف صغير جواه اسطوانة سودا قديمة جدا. حاولت أشغلها ما اشتغلتش على أي جهاز. قعدت ألف وأسأل لحد ما حد قال لي لو عايز تشغلها روح شارع النبي دانيال في اسكندرية، هناك هتلاقي اللي يدلك. دخلت محل تحف شكله كأنه طالع من كتاب. راجل عجوز واقف ورا الكونتر باصصلي من فوق نضارته وقال الاسطوانة دي مش لأي حد، دي ليها جهازها ومحدش بيسمعها غير اللي اسمه مكتوب جواه. فتحت الغلاف لقيت اسمي مكتوب بخط عربي قديم. الراجل سلمني جهاز غريب، مش قديم وبس، لأ، جهاز جاي من زمن تاني، شكله بين الفونوجراف والساعة الفلكية. عليه ساعة بتعدي بالعكس ونقوش ما فهمتهاش. شغلت الاسطوانة وطلع صوت راجل بيحكي عن موقع أثري مدفون تحت مبنى قديم في اسكندرية، مبني من أيام محمد علي باشا. اتبنى فوق أثر أقدم، أثر محدش يعرفه. بس الغريب إن الصوت كان بيكلمني أنا وكأنه عارفني أنا. ونص الرسالة بيقول وكأنه عارفني، لو وصلت للاسطوانة دي يبقى الوقت جه. انت عارف انت مين ومطلوب منك ايه، وافتكر الباب ما بيفتحش غير مرة واحدة. قررت امشي ورا الصوت. انا اصلا من اسكندرية وشارع فؤاد مش غريب عليا، لكن اول مرة الاحظ المبنى ده. دخلت من باب حديد تقيل وكل حاجة جوه كانت ساكنة كأن الزمن واقف. لقيت بلاطة مختلفة، خبطت 3 خبطات، سحبتها يمين ورجعت خطوتين لورا. البلاطة اتحركت وفتحت فتحة بتنزل تحت الأرض. نزلت بدرج حجري ملفوف، ريحة تراب ومية راكدة. كل ما انزل كنت حاسس اني مش بس تحت الأرض، انا نازل جوه تاريخ مدفون. لحد ما وصلت لغرفة حجرية، على الحيطان كتابات فرعونية بس بخط مش مفهوم، كأن في لغة تانية. وفي النص كان في جهاز نفس شكل الجهاز اللي شغلت عليه الاسطوانة. قربت منه نور لوحده وطلع صوت جديد: انت وصلت، بس دي مش النهاية، ده مجرد مفتاح. ومن هنا بدأت الحكاية، ولسه مش عارف هل انا اللي بدور ولا في حد بيستخدمني علشان يوصل لحاجة. اللي اعرفه دلوقتي ان البعد التاني لسه مفتوح.